صباح الخير عليكم ورجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر. والنهاردة بصراحة راجعة بحوار الفرق ما بين الحياة العملية هنا والحياة العملية في مصر. بس أنا طبعا مش هتكلم عن الحياة العملية في مصر، هسيبكم انتوا اللي تعملوا لي كومنت، لأن أنا بصراحة ما اشتغلتش في شركات كبيرة في مصر قبل كده، ولا اشتغلت وظيفة حكومية في مصر، فمش عارفة قد كده. لكن هتكلم على هنا. أول حاجة، أنا لما جيت النرويج آه يعني كنت مصدقة حاجات كتير مختلفة، إن مفيش كوسة، وإن مفيش حد بيساعد حد، وإن كل واحد بياخد مكانه حتى لو هو أغلبية الوقت كده، لأن في قانون هنا، والقانون بيحمي كل الناس، وكل الناس لازم تمشي على القانون. بس من ناحية إن في شوية كوسة، في شوية كوسة. يعني إزاي؟ لو أنت عارف حد ممكن يساعدك إن أنت تاخد شغل، لو أنت عارف حد ممكن يساعدك إنك يكون لك الأولوية، مش إن هو يعينك لأ، بس إن هو يقول فيك كلمة حلوة، أو إن هو يمدح فيك بحيث إن كلمته تأثر في الناس اللي بياخدوا القرار. فأنا شايفاها إن دي شوية كوسة، بس طبعا مش زي أماكن كتير، آه ومش زي عندنا في مصر، لأن أنا عارفة إن عندنا في مصر في كوسة كتير. بس في أماكن معينة زي الوظائف الحكومية لازم يعلنوا عن الوظيفة في أماكن، يعني في جهات إنترنت معينة، مش في الجريدة بس، في ويب سايت لما بتخش بتدور على شغل عليه هنا موجود في النرويج. مختلفين كتير، في منهم مش عارفة بصراحة كم واحد، بس في كمان شركات إن أنت ممكن تتعين عن طريقها. يعني في شركات بس للي هم بيعينوك عن طريقهم، يعني في شركة معينة ان انت تروح تقدم السي في بتاعك عندها، ولما يكون في وظيفة معينة بتناسبك هم بيبعتوا لهم وبيساعدوك ان انت تتعين. آه طبعا زي ما انا قلت، في الوظائف الحكومية لازم يعلنوا عن الوظيفة. ساعات ممكن يكونوا مقررين ان هم مين اللي هيتعين في الوظيفة دي، بس علشان القانون بيصر إن في الوظائف الحكومية لازم يعلنوا عن الوظيفة، فبيعلنوا عن الوظيفة anyway. علشان كده بقول في حبة كوسة شوية. إزاي؟ إن هم ممكن يكونوا بيبقوا عارفين مين اللي هيتعين في الوظيفة دي، بس برضو بيعلنوا عنها، وانت بتقدم وبتروح وبتودي ورقك، بس ما بتتعينش لأن هم بيبقوا عارفين مين اللي هيعين. بس طبعا مش بيحصل كتير، وما ينفعش حد ان هو يترقى عليك لو انت عندك كل السكيل اللي المفروض ان هي للشغلانه دي. آه لان هنا في حد قال لي هنا كلمه حلوه جدا. قال لي مره ان البلد دي فيها قانون، لو البلد دي ما فيهاش قانون كانت هتبقى زي اي حته في العالم، وهنا الناس بتحترم القانون. وطبعا ان في اللي خلاني اطلع اتكلم النهارده عن الموضوع ده، ان في واحد علق لي وقال لي ممكن تكلمي على قانون معين في النرويج. والقانون ده اللي هو اسمه يانتلوبا. القانون ده هو مش قانون. اول حاجه دي يعني هم مسمينه قانون، بس هو مش في القانون، يعني لو كسرته مش هتخش السجن او هتتعاقب. بس آه هو موجود في النرويج او في الاسكندنافيا، وهو عبارة عن ان مفيش حد يحطك داون. يعني لو انت عملت حاجة حلوة، او لو انت عملت شغل كويس، او لو انت عملت اي انجاز، مفيش حد يقدر يجي يقولك انت مفكر نفسك عشان انت مثلا عملت حاجة حلوة، او عشان انت عملت الشغلانة دي فانت بقى احسن مننا كلنا. ما ينفعش، مفيش الكلام ده. طبعا في غل وفي حقد وفي كل حاجة، مش بقول مفيش، بس ما ينفعش ان هم يوروها لك بطريقة آه واضحة. ممنوع، هنا ممنوع. عشان كده هنا انا دايما بقول ان الناس كتير قوي 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 هنا، او 3/4 الناس هنا آه فالصو. فالصو ليه؟ لان احنا كعرب، او عاداتنا وتقاليدنا، احنا دايما اللي جوانا بيطلع على بره. هما لا، هنا لا. عشان كده هنا، او عشان مش القانون، بس علشان ان في حاجة
منعة، يعني في إن هو ممنوع إن أنت مثلًا تروح تنزّل من حد أو تحطّه في كَفّة واطية أو تحسّسه إن هو ولا حاجة. آآ وده كان مخترع واحد كان من أب دنماركي وأم نرويجية. تقريبًا كان سنة 1800 وحاجة، بس أنا مش فاكرة السنة. ولمّا اخترعه زمان هو سمّاه هو اسمه على اسم البلد اللي هو كان منها، بس البلد دي لمّا أنا دخلت على الإنترنت علشان أشوفها ما كانش ليها وجود يعني. تقريبًا هي من اختراعاته أو حاجة ما أعرفش، بس هو مش قانون في النرويج عشان تكون عارف عشان اللي سألني، لإن اللوف معناه قانون، وهُم مسميينه كده بس هو مش قانون. ده كان بالنسبة للقانون. نرجع للحياة العملية. الحياة العملية زي ما أنا قُلت لكم، يعني أنا مثلًا لو باشتغل مديرة في شركة دلوقتي وحد دخل بالCV بتاعه وأنا اللي هاعيّن، أوكي، لو لقيته كويس ومش عارفة إيه باعيّنه. ففي ناس كتير ليهم الكلمة في الآخر، مش لازم يكون الشركة أو مش لازم يكون مديرك، ساعات لمّا بتكون أنت ذات نَفْسك مدير بيبقى ليك الكلمة إن أنت اللي تعيّن. بس لو جه عليك الدور إن أنت تترقّى، في ناس كتير هيقولوا لي إن ما فيش الكلام ده في النرويج، بس أنا شايفة إن في الكلام ده في النرويج. في أي شركة في النرويج أو في أي شغل في النرويج لو عايزين يعملوا حاجة بيدوّروا على ثغرة معيّنة وبيعملوها في القانون، علشان تسمح لهم إن هم يعملوا الموضوع ده. أي ثغرة، لو الموضوع دوّة مخالف للقانون، هُم بقى بيدوّروا، أنتم عارفين إن كل شركة عندها محاميين كبار جدًا وقاعدين بس علشان يدوّروا لهم على الثغرات لو هُم عايزين يعملوا حاجة، حاجة زي إيه؟ يعني لو هُم عايزين يرفضوا حد معيّن، لإن ما فيش رفض في النرويج، أوكي؟ ما فيش أي حد بيرفض أي حد في النرويج، ممنوع. لازم يكون based على ورق وعلى meeting وعلى حاجات كتير جدًا، ولازم تكون أنت كسرت حاجات كتير جدًا في قانون الشركة وقانون النرويج فمش صعب جدًا، 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 جدًا إن حد يرفض حد في النرويج. بس فرضنا إن الشركة زهقانة من الشخص ده وعايزين يرفضوه، يجيبوا المحامين بتوع الشركة علشان المحامين دول يدوّروا لهم على ثغرات معيّنة في القانون، ثغرات ممكن تكون أنت ذات نَفْسك مش عارفها، بس هُم بما إنّهم محاميين ودارسين، يدوّروا على ثغرات معيّنة في القانون علشان يدّوا الحق للشركة إن هي ترفدك، بس بالقانون، كلّه بالقانون عشان لو أنت رفدت حد من غير ما يكون له يعني من غير ما يكون لك الحق إن أنت ترفده، ممكن الحد ده يدخل محكمة ولو كسب القضية الشركة بتخسر كتير جدًا، جدًا. وطبعًا الفيديو ده ليه تكملة، لإن الموضوع يعني الموضوع كبير، لإن أنا بقى لي هنا كتير واشتغلت في شركات كتير، ونفسي أحكي لكم أكتر على حاجات كتير هنا. لمّا يعني أنا باتكلم على الحياة العملية خاصةً، فخليكم معايا مكملين، الفيديو اللي جاي هاكمل لكم بقية القصة بتاعة الحياة العملية هنا، وإزاي كل حاجة في الشركات بما إن أنا اشتغلت في أوتيلات، اشتغلت في شركات خاصة، اشتغلت في حاجات كتير، بس الحاجة الوحيدة اللي ما اشتغلتش فيها الحكومة. وبصراحة نِفْسي، نِفْسي، نِفْسي إن أنا دلوقتي بادوّر على وظيفة في الحكومة، لإن الحكومة معاشها أحسن، يعني لمّا تدوّر على معاشك في المستقبل، المعاش أحسن، حتى هنا. أنا ما أعرفش في مصر بصراحة، بس دايمًا الحكومة بيبقى معاشها حلو. وخليكم مكملين وأرجع لكم فيديو جديد من النرويج إلى مصر.